من الفكر الوطني الكردستاني. من الفكر الوطني الكردستاني. أيها الشعب الكردي العظيم، ماذا يجب عليك فعله لكي تصبح سيدا لنفسك على أرضك؟ أولا، تعريف قضيتك كقضية شعب محتل أرضه. فأي شعب يعيش على أرضه ولا يحكم نفسه هو شعب يعيش تحت الاحتلال والاستعمار. وبموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أي يجب عليك أن لا تنسب وطنيتك لوطنية محتلي أرضك، وإن فعلت فأنت تشرعن الاحتلال على أرضك، ولا يحق لك أن تلجأ إلى الكفاح المسلح من أجل فرض برامج حزبية، وبهذا تعطي الحق لمحتلي أرضك باتهامك بالإرهاب والخيانة والانفصال. عندما تطالب بحقوقك القومية المشروعة، ولا يكسب نضالك الصفة الشرعية، ولا يكسب التأييد الدولي، ولا تستطيع أن تعمل على تدويل قضيتك في المحافل الدولية، لأن القضايا الداخلية لا يتم تدويلها على أساس القرار مبدأ عدم تدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، بل عليك أن تشكل حركة أو جبهة أو مؤتمر أو منظمة تنظم فيها مختلف فئات الشعب بغض النظر عن اتجاهاته السياسية أو العقائدية أو الإيديولوجية، من أجل هدف واحد فقط، وهو حق في تقرير مصيرك بنفسك وسيادتك على أرضك، ومن ثم تدويل القضية على أساس أنها قضية شعب محتل أرضه. هكذا يمكن لك أن تحقق سيادتك على أرضك وتصبح سيدا لنفسك وحرا كباقي شعوب الحر في هذا العالم، ويرفرف علمك عاليا بين الأعلام.